سلام حبوباتي، كيف راكم؟ نسحقو حنا في المقادير، نسحقو رطل تاع الفرينة، غرفة كبيرة تاع الخميرة تاع الخبز، غرفة صغيرة تاع الملح، غرفة صغيرة تاع خميرة تاع الحلوى، ونسحقو الحليب نطمو به العجينة. قبل ما نبداو في طريقه التحضير نقول لكم اذا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ديالي ما تنسوش ديروا لي ابوني والضغط على الجرس باش يلحقوكم كامل لي فيديو جدد اللي نحطهم. دوكا هيا الله نروحوا لطريقه التحضير. الحاجه الاولى نديرو الملح والخميره، نديروه كل وحده نديروها في الطرف، ما نديروهمش كامل كيف باسكو اذا درنا الملح مع الخميره راكم تعرفوا بلي ما تديرش المفعول تاعها. هذه هي، انا ندير كل الملح في الطرف والخميره تاع الحلوى في الطرف والخميره تاع الخبز في طرف واحد اخر. هذه هي. ومن بعد نخلطهم كامل مليح، ومن بعد نضيف عليهم 2 مغارف تاع الزيت، 2 مغارف كبار. نبسس مليح الزيت مع الفرينه باش نطمو بالحليب. كما كنتوا تشوفوا بعد ما طميت العجينه تاعي راح ندلكها واحد ل5 دقائق هكذاك حتى ل10 دقائق، حتى تولي لكم العجينه تاعكم تولي ليس ما تلصقش في يديكم. من بعد صاي تخلوها ترتاح واحد 20 دقيقه باش نجو نشكلوها ديبول ولا كرات صغار. كما كنتوا تشوفوا لهنا انا جبت طرشون كبير ولا اي حاجه عندكم تحطوها وترشوها بشويه تاع الفرينه، وتحطوا كما قلت لكم الخبزه تاعكم تحطوا ديروهم صغار ولا كبار كما حبيتوا. انا درتهم ما هي كبار ما هي صغار نورمال هكذا. انا نسيت ما رشيتش الفرينه، عاودت نحيتهم كامل بعد رشيت الفرينه. والحشو درت الدجاج ودرت بطاطا مقليه ودرت لها فرماج ومايونيز. وهذه هي النتيجة. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة حبيباتي.